هل يقبل صيام من شاهد الأفلام الإباحية في رمضان في نهاره أو ليله؟ وماذا يفعل الشخص الذي ارتكب هذا الفعل؟ وهل هناك كفارة له؟ كل هذه الأسئلة سنجاوب عنها في هذا الفيديو. لذا إذا أردت أن تعرف الأجوبة قم بالضغط على زر لايك واشترك في القناة من الزر الأحمر تحت وتابع الفيديو إلى الأخير لتعرف كل الأجوبة. ولنبدأ الآن على بركة الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه. أما بعد، فإنه يحرم على المسلم مشاهدة الأفلام الإباحية في رمضان في نهاره أو ليله وفي غيره، ولكن مشاهدتها في رمضان أشد حرمة لما في ذلك من انتهاك حرمة الشهر ومنافاة لمقصود الصوم، وهو تقوى الله سبحانه وتعالى، كما قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. والواجب على من فعل ذلك التوبة إلى الله توبة نصوحة، وهي التوبة الصادقة التي تتوفر فيها شروط التوبة من الإقلاع عن الذنب والندم على ما فات والعزم على ألا يعود إليه. أما عن بطلان الصيام بذلك الفعل فالجواب عنه فيه تفصيل. أولا، إن كانت المشاهدة أثناء الصوم وخرج منك مني فقد فسد صوم هذا اليوم ويلزمك صوم يوم مكانه. وإن خرج مذي ففيه خلاف بين العلماء، والراجح أنه لا يفسد الصوم، والأولى صيام يوم مكانه احتياطا. ثانيا، إن لم يخرج شيء من ذلك فالصوم صحيح ولا يلزمك القضاء، لكن يخشى من ذهاب أجر الصوم وثوابه. ومن الأسباب التي تعين على ترك النظر إليها إلغاء جميع الوسائل التي تسهل ذلك وتعين عليه، والصحبة الصالحة، والابتعاد عن قرناء السوء أي أصحاب السوء. فعلى من ابتلى بالنظر إلى الأفلام الإباحية لا تجب عليه الكفارة، ولكن لا مانع من الصيام، لأنه من العمل الصالح الذي يكون بعد التوبة. قال تعالى: إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. قال تعالى: وإني لغفار لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فالصيام من الأعمال الحسنة التي تكفر السيئات. قال تعالى: إن الحسنات يذهبن السيئات. هذا والله تعالى أعلم. فأما ملخص الكلام فيجب على كل من ابتلى بهذا الشيء أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى، وبذلك يكون صيامه مقبول، ولا توجد كفارة لهذا الفعل، بل التوبة هي الأساس. هنا نكون قد وصلنا إلى آخر الفيديو، أرجو أن يكون قد نال إعجابكم، ولا تنسوا الضغط على زر لايك والاشتراك في القناة لتصلكم كل الفيديوهات مثل هذه، وتابعوا فيديوهاتنا السابقة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.